يا رب أن يبارك فيه وأن يجعله من الصالحين الطيبين الطاهرين. هو شيخي وأستاذي وأسأل أن يحفظه وأن يبارك فيه يا رب، اللهم آمين. أقول أن العزة لن يعود إلا إذا رفعنا لواء المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا تيقنا في كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إلا إذا فعلا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحب وتيقنا في كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك النهاردة أنا برفع لواء راية الحق، نحن نرفع لواء راية الحق. وقبل أن أتحدث في موضوع اليوم إن شاء الله عز وجل، أنا بس عايز أذكر الناس. طب ناخد اتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا مرحبا أستاذة صبرا من الجزائر. مرحبا بك. يا مرحبا بأهل الجزائر. أريد علاج، عندي ضيق في شريان القلب. سن حضرتك كم سنة يا أستاذة صبرا؟ 36. 36 سنة؟ إيه. كيف حال أهل أخواننا في الجزائر؟ بخير. أسأل الله أن يبارك فيهم. يعني فرقت بيننا الكرة، ولكن أهل الجزائر هم أهلنا وأحبتنا، ويعني وتاج فوق رؤوسنا، فربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم أهل الجزائر. طب سن حضرتك كم سنة يا أستاذ صبرا؟ عمر حضرتك كم سنة؟ 36 سنة. مما تشتكين؟ ضيق في شريان القلب. ضيق في شريان القلب. أبشري إن شاء الله عز وجل. سأقول لحضرتك يعني كيف تنهين هذا الأمر. أبشري وأبلغي سلامي لكل أهل الجزائر أحبتي الذين أحبهم في الله حبا جما، وأسأل أن يبارك فيهم وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يجمع وأن يضمد جراح الأمة العربية، اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب العالمين. جزاكم الله خير. أقول قبل أن أبدأ في موضوع اليوم، ثم على حال أمتنا، الأمة التي كان يجب أن تعلم العالم كله كل شيء. ولكن الآن أنا يعني بستشهد بعض الكلام، لأني أعلم جيدا أن بعض الأطباء الألمان يتابعون الحلقة الآن. يعني لذلك أنا أود أن أخبر الناس ببعض أطباء العرب القدامى الذين كان لهم فضل عظيم على البشرية. وطبعا لو تحدثنا في أطباء العرب القدامى، طبعا أنا تحدثت في أطباء العرب القدامى لأن الحاضر للأسف الشديد خال من الصفحات، لا أجد ما أتحدث عنه أصلا. فلو طب ناخد اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. يا أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد لو سمحت، عايزة حاجة لحمى البحر المتوسط. عندي بنتي عندها حمى البحر الأبيض المتوسط. سنها كم سنة؟ هي بصي، هي 14 سنة. 14 سنة. بقالها كم سنة تعبانة؟ نعم. مولودة كده؟ من ساعة ما اتولدت. طيب يعني مش هقدر ارد حضرتك النهارده بالنسبه للحلقه بتاعت النهارده. ايوه. بس ابشري ان شاء الله من الاثنين هرد حضرتك. طبعا هو ميعاد البرنامج اتغير، كان ميعاده 11:30، لذلك الناس كلها منتظره 11:30، فانت رزقك انت طلعت البرنامج من الاول يعني. وحضرتك وكمان عايزه حاجه اللي هي صديد الكلى. صديد الكلى حضرتك مش تابعتي الحلقه اللي فاتت؟ لا ما تابعتهاش. طيب بالنسبه لبنتك الاول، بالنسبه لصديد الكلى انا هقول لحضرتك على حاجه. ايوه. ان شاء الله النهارده يعني بعد 3 ايام بالظبط هتعملي تحليل مش هيبقى في حاجه خالص. ان شاء الله. بس خلينا في بنتك. بس اسمها ايه الاول؟ اماني السعيد. اماني، عشان نرد عليها باسمها. سنها كام سنه؟ 12 سنه. ايوه. طيب عندها الانيميا اخبارها يعني عندها؟ لا الانيميا عندها انيميا فعلا. انيميا. عندها هزال وضعف وتعب وبتنقل دم؟ طيب لا. طيب لا هي عندها الحمى، مش انيميا البحر المتوسط. عندها حمى؟ حمى البحر الابيض المتوسط. طيب حضرتك عندها انيميا من هي العاديه؟ انيميا عاديه. كام عندها الهيموجلوبين؟ عندها كام؟ كانت عندها 10 وفي 8 كده مره. حاضر ابشري ان شاء الله. الله يخليك. ولو سمحت حاجه للسكر ان شاء الله. حضرتك حاضر هقول حاجه كده هقول حاجه للسكر ان شاء الله. جزاك الله كل خير. جزاك الله خير. جزاك الله. السلام عليكم السلام. اقول ان الاطباء العرب القدامى حملوا هذا العلم على اعناقهم حتى ارتفع في اعلى مكان. اول جد من اجدادنا، وهو شرف لنا ان يكون جدنا، وهو ابو بكر محمد ابن زكريا الرازي، صاحب كتاب الحاوي في الطب. عاوز اقول معلومه مهمه جدا عن كتاب الحاوي في الطب. كتاب الحاوي في الطب كان المرجع الوحيد في اوروبا لمده 400 سنه، وكان معولا عليه في الطب بكل ما تحمل كلمه طب معاني. جدنا الثاني وهو الحسين ابن علي ابن عبد الله ابن سينا
صاحب كتاب القانون في الطب طبعا ابن سينا مشهور جدا جدا. وده ناخد اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ اعتماد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا اتفضلي. أهلا وسهلا. مرحبا. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي أخويا. استاذن حضرتك بس وطي التلفزيون وبدأي تكلمي. ماشي أوكي. اخيكي بقى ماله؟ اخيكي ماله يا استاذ اعتماد؟ أخويا عنده فيروس سي. كم سنة؟ عنده 51. 51 سنة. طيب البي سي ار بتاعه كام؟ لا أنا مش عارفة والله، أنا عايز فيروس سي ده 40%. طيب عنده في تليف أو كده؟ في تليف. طب حالته في. طيب هو المفروض نسأل عن موضوع الاستسقاء بس طبعا الخط خطأ يعني. بقول إن تاني طبعا القانون في الطب ده كان كتاب الطب الوحيد المدرس في مكتبة باريس الطبية، وأحد مراجع الطب في أوروبا حتى القرن ال18. ده جد من أجدادنا والشرف لنا يكون جدنا. كذلك أبو القاسم الزهراوي الذي عرض وصفا ورسما لأدوات الجراحة في مقالته 13 التي تكاد تتشابه مع الأدوات الجراحية المماثلة الحديثة. وكذلك جدنا ابن زهر مؤلف كتاب التيسير، ابن النفيس الذي له الأسبقية في اكتشاف الدورة الرئوية في كتابه شرح تشريح القانون. وكذلك جدنا ابن القف صاحب كتاب العمدة في الجراحة. وطبعا ده قليل من فيض إنجازات الطب الإسلامي، حتى أبين لأحبتي كيف كان علماؤنا وكيف أصبحنا. فحق علينا أن نفخر بهم. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم محمد. اتصال خطأ للأسف.